الانتصار هو للديمقراطية المغربية، يعني للثورات العربية بصفة عامة يعني. وللعرب وللمغرب ككل. علاه خشينا نشوفها هذا الانتصار الكبير للديمقراطية. أولا انتصار للديمقراطية، ثانية انتصار للذكاء تاع الناس المسيرين تاع هذا البلاد الكريم هذا. الناس اللي في السلطة ناس أذكياء. أنه العرش كمل يمشي في خطة ذكية جدا ذكية جدا ذكية جدا ذكية جدا. مش يشوف فيها كتهديد للعرش للآراء نتاعو. بالعكس الشديد، العرش لو ترون est en train de contribuer. C'est un pays où le roi a une action directe sur la vie publique. C'est pas seulement le gouvernement. Et il agit en synergie avec le gouvernement qui est en place. خاصة. ولكن شيء يفرح جدا وشيء يخليك تتفائل باللي راهم في الطريق الصحيح السليم. وعلى كل حال ان شاء الله كما ما نأيسوش ما يئسناش من عبقرية الشعب المغربي. شوفوا وين كان وشوفوا وين ولا. شوفوا الفرق، واسمحوا لي خوتي المغاربه يعني اذا نهضر بكل صراحه. شوفوا الفرق اللي كان ما بين حسن الثاني الله يرحمه على كل حال وابنه اليوم محمد السادس. فرق كبير. المغرب دخل الديمقراطيه حقيقيه فعاله على مشراعيها، ولكن لازم نفهم باللي كاين بعض الاطراف على مستوى دولي مش راح تقبل 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 اختي راح تحس روحها مهدده. المؤلف وسخ والمخرج وسخ. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. والمغرب مسخ خارج عن النطاق الإسلامي من 4 قرون، وكان دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية، فليس هذا بالنموذج الذي تضرب إليه آباط الإبل. ورفعت الجلسة.